متابعين الكرام، ده احلى سندوتش كبده انا عملته. انا عملت الكبده بطرق مختلفه، بس الطريقه دي وفي تريكه كده عملتها في الاخر صراحه واحد قال لي عليها، وديتها في حته تانية خالص. مع احترامي طبعا للناس الاسكندرانيه، هم اجدع ناس يعملوا سندوتشات الكبده، بس الطريقه دي مختلفه شويه عشان ايه ما نختلفش مع بعض في بدايه الفيديو. بصوا يا جماعه، في البدايه كده انا هشتغل بكبده مستورده زي محلات الشارع بالظبط. وعشان هشتغل بكبده مستورده في البدايه كده شويه زيت محترمين، يعني شويه كده حلوين، يعني مش رشه. انا مش هشتغل بكبده بلدي، لا شويه محترمين. وبجيب بقى ايه الكبده بتاعتي، انا بجيبها شرايح وبقطعها بايديا قطع صغيره، مش هجيبها عصافيري. فعندي بقى 4 فصوص توم كده، دقيقهم ناعمين ونزلت بيهم في الزيت في البداية. أنا مش هقليهم، مجرد إني بفكهم من بعض مطرح بس ما طحنتهم. فكوا من بعد كده قمت نازل بالكبده. دي كبده مستورده شرايح مقطعها بايديا. الكبده يا شيف بتتغسل؟ لا، الكبده مش بتتغسل، زفرتها يا تشيليها بالليمون يا تشيليها بالخل. خلاص كده. طيب نقع الكبده في اللبن، الكلام ده يا جماعه ملوش لازمه وملوش اي شيء من الصحه، لان اللبن اصلا زفر، فالكبده ما بتتغسلش، الزفاره بتروح بالملح بالليمون وبالخل. طيب ما بقلبهاش، انا مجرد عملت بس فتحات كده عشان الزيت يخش من خلالها. اول ما اتجمعت من تحت بدات ايه، قلبتها. خلاص، ما تقلبيش الكبده على طول عشان ما تنزلش الميه بتاعتها زي ما واضح قدامكم اهو. خلاص هنا كده اتشمعت من تحت، بقى ابتدي بقى اقلب وانا مطمن ان هي مش هتنزل ميتها. جميل جدا. هشيل الزفاره بايه زي ما انتم شايفين كده، ده فنجان قهوه صغير حوالي ربعه، يعني معلقتين خل. الخل لما هتنزل على الكبده هتعمل ايه، هتبيضها لي وهتخليها لي شمعه منوره فل اهي زي ما انتم شايفين اهو، والريحه بتاعتها راحت تماما. جميل جدا. انا بقى ده حاجة يعني انا بحبها كده، بحب فيها فلافل كتير وفلافل مشطشطه حسب ما كل واحد بيحب. فدول حوالي 3 4 فصوص قرون فلفل رومي كده على قرنين فلفل شطه، وقمت نازل بيهم. ونخلي بالنا لما حطينا الفلفل هننزل ميته، بنطمن خالص بعد 3 4 دقايق هتستوي وهتبقى زي الفل. وعشان اعرف ان هي استوت هنلاقي الزيت بتاع الكبده ظهر. هنا بقى اهم تركتين. اول تركه فيهم ان انا قبل ما اطفي عليها ب4 دقايق هبتدي انزل بالدقه بتاعتي. الدقه دي عباره عن توم وكمون وفلفل اسود وسنه من القرفه وسنه من جوز الطيب وكزبره ناشفه والملح بتاعي، يعني قبل ما تقفل على طول ب4 دقايق بالظبط. يعني انا مش هخلي الدقه دي تستوي سوا كامل. وابتدي قلبي بقى يا ست الكل الكبده دي كلها على بعضها بالمنظر اللي انت شايفاه ده. الريحه بقى مش عايز اقولك في المطبخ عامله ازاي، خطيره جدا، تحفه جدا جدا. خلاص هي كده استوت. دليل انها استوت ايه، قلنا ان الزيت هيظهر من الاول على الوش كده، وانا بدوق طعمها طبعا، عمال كل شويه ايه عمال ادوق واشوف طعمها ايه، خطيره ملهاش حل والله العظيم. الله يبارك له اللي هيقول لي على التركه الاخيره دي بقى، اللي هي الفحمايه اللي انتوا شايفينها اللي انا بولعها دي يا جماعه. الفحمايه اللي انا بولعها دي هعمل ايه، الاول خالص الزيت اللي هيطلع دوت اهو شايفينه، هو ده الزيت ده هحطه في فنجان من القهوه، هعبيه يعني كده عشان انا هاخد الزيت دوت وهرشه على ايه، هرشه على الفحمايه بتاعتي، يعني اللي عملت الورقه المفضله ديت ونزلت بالفحمه، وقمت نازل بقى بالزيت اللي انا خدته منها والدسم بتاع الكبده بتاعها زي ما انتم شايفين كده. وقمت قافل عليها، بقت كبده مدخنه كانها كبده مشويه. وخلاص على كده يا جماعه، وديتها في حته تانية خالص، زي ما بتعملي ايه زي ما بتعملي كده الكوبيبه او الكفته. وكان طعمها جميل جدا جدا جدا، وكان احلى واخطر سندوتش. فموضوع بصراحه في حته تاني خالص. رشه طحينه، ما بتحبيش مع الكبده طحينه انت حره زي ما انت حابه، بس انا بقول لك والله الطريقه دي في الكبده ثقه مني خطيره قوي قوي، هتعجبك جدا جدا جدا. وجربيها وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.